شهر الله المحرم، الشهر الوحيد اللي منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. نسبة هذا الشهر إلى الله سبحانه وتعالى بتبين لنا قد إيه هو شهر مهم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 4 شهور حرم، 3 شهور ورا بعض وواحد لوحده، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. 3 شهور اهو، ذو الحجة اخرهم اخر السنة، وبعد كده تبدأ السنة الهجرية الجديدة بايه؟ بمحرم. ادي 3 شهور ورا بعض. اللي لوحده مين؟ شهر رجب. بشهر من الاشهر الحرم، وبتبدأ بشهر من الاشهر الحرم. افضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم. كنا بنقول على شهر شعبان برضو افضل الصيام، قال لك خدي بالك ديننا كل حاجة ليها معنى. لما يكون شهر شعبان هو أفضل الصيام، كان بيصوم أغلب شهر شعبان. ليه؟ لأن ده شهر بترفع فيه الأعمال إلى الله. سيدنا النبي يقول لك إيه؟ أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فده معنى. تيجي بقى عند شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان في شهر الله المحرم. ليه؟ خدي بالك، عشان تبقى البداية شديدة، وكأنك بتهجري الحلال في بداية السنة. ده أنا يعني داخلة مع الله داخلة تاني. نهاية السنة اللي خلصت دي مكتوبة، صحيفة اتقفلت وهتتحاسبي عليها. السنة الجديدة لازم أقف مع نفسي الوقفة دي. ما ينفعش تكون أيامي كلها كده ماشية زي بعضها، بأن العمر قصير قوي. رمضان جاي خلاص، العيد بعده، ده موسم الحج، مين رايح الحج؟ كل ده خلص، رمضان خلص وذو الحجة خلص، العمر قصير. نقابل أمهاتنا ربنا يبارك في أعمارهم جميعا تقولك أنا مش عارفة العمر عدى إزاي، أنا أصلا مش واخدة بالي إن أنا عندي 50 سنة. العمر بيجري هوا. اخطط اللي جاي بقى. الصحابه بداوا السنه بهجره، هجروا الحلال، هجروا بيوتهم وازواجهم واملاكهم. الصحابه سابوا بيوتهم في مكه، وكان منهم ناس اغنياء جدا، مفيش واحد فيهم فكر انه يبيع بيته في مكه قبل ما يمشي، انه يبيع مثلا كان عنده حته ارض يبيعها عشان خاطر انا داخل بقى على موقف صعب وهسيب بلدي واروح بلد تاني مش عارف انا هعمل ايه فيها فابيع. لا، ليه؟ عشان في مسؤوليه ان الهجره لازم تبقى سريه. هتسيب فلوسك، بيتك، زوجك وولادك. واحد زي سيدنا ابو سلمة رضي الله عنه، زوج السيده ام سلمة اللي هي زوجة سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ابو سلمة ده جه هاجر مع السيده ام سلمة، جم اهلها قالوا له لا، هات بنتنا، عايز تروح انت لدينك روح، بنتنا ما تاخدهاش. وكان عندها سلمة الابن الصغير، يسيب ابنه وزوجته في سبيل الله. احنا هجرنا ايه؟ احنا لما بنيجي نتكلم في المقاطعه ونسيب البيبسي ونسيب النسكافيه الناس بتتضايق. هم هجروا كل حاجه. ناس تعيش في تفكك اسري، امراه تبعد عن زوجها واولادها، السيده ام سلمة، وتعيش وقت صعب جدا. السيده زينب بنت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تكون حامل وقت الهجره، بنت النبي تهاجر وهي حامل ويعترضوها في الطريق وتصاب بجروح رهيبه، وتسافر برضه وتهاجر وهي حامل، وتفضل مريضه 6 سنين لحد ما تموت بعد الهجره. سيدات واطفال وناس هجرت الحلال لاجل الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نهجر الحرام. بدايه السنه تبقى بالنسبه لي بدايه لهجر الحرام. ونيجي بقى نتكلم عن شهر الله المحرم. نسبة الشهر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ينسب الشهر ده عشان سيدنا النبي يقول لنا إنه أفضل الصيام في شهر الإيه؟ شهر الله المحرم. العلماء يختلفوا، شهر الله المحرم أفضل ولا ليه نسبته إلى الله؟ قال لك خدي بالك، الأشهر الحرم اللي احنا لسه متكلمين عنها، ال4 أشهر حرم دول هم نفسهم فيهم أفضلية على بعض. فهكذا بالنسبة للأشهر الحرم، قال لك ال4 أشهر الحرم دول مفضلين على باقي الشهور. طب ده هم نفسهم فيهم شهر الله المحرم هو أفضلهم، لأن هو الوحيد اللي نسب إلى رب العالمين. فيبقى هو أفضل الأشهر الحرم. يعني معنى كده ان احنا في ايام مهمه، حتى وان كانت الاشهر الحرم كلها مهمه، لكن شهر الله المحرم هو الاهم، والصيام فيه هو الافضل على الاطلاق. ليله الجمعه، يعني انا عندي واجب لازم اعمله ليله الجمعه. ايه اللي لازم اعمله في يوم الجمعه؟ عندي سوره الكهف، الكهف بين الجمعتين نور. انا عندي واجب يوم الجمعه، صلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي بيرد بنفسه، من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها 10. ده انا عندي واجب في بيتي. يوم الجمعه ده ما يبقاش زي اي يوم. حبايبي احنا بنصحى بدري يوم الجمعة علشان ننزل صلاة الجمعة بدري. اللي مننا عندها أولاد ذكور، خلي أولادك يطلعوا على المعنى ده، يتربوا على المعنى ده، يصحوا يوم الجمعة بدري علشان نغتسل يوم الجمعة الغسل السنة اللي ناخد بيه الأجر، وننزل الصلاة بدري قبل ما الإمام يطلع على المنبر علشان ناخد الأجر كامل. لازم تحيي في أولادك المعاني دي. كل أم أنت مسؤولة عن رعيتك. ما تسيبيش الولد نايم لحد أذان الجمعة ويا نزل يا منزلش يطلع على كده. احنا بنعلم ولادنا الصيام من وهم صغيرين. ليه؟ علشان يطلع متعود انه يصوم. لو احيينا المعاني دي فيهم، انت بتربيه على الدين ده في ميزان حسناتك صدقة جارية. هنبقى احنا في قبورنا
وده ميزان حسناتك شغال. علمتي ولادك العادات الإيمانية دي، علمتيهم العبادات دي، وكله في ميزان حسناتك. هم يكبروا ان شاء الله تبقى بنتك خدت منك العباده دي، فتبدا تعلمها لاولادها، واولادها يعلموها لاولادها في ميزان حسناتك. انوي بكل ده. بص في النتيجه، اتعودي تبص في النتيجه في الايه، في كمان السنه الهجريه بتاعتنا. احنا النهارده ايه وبكره كام والشهر ده ايه والشهر. ركزي في الشهور الهجريه عشان ليها معاني، واحنا ديننا دين المعاني. احنا لسه بنتكلم عن عباده واحده اللي هي الصيام، ليها معنى في شهر شعبان، وليها معنى في شهر الله المحرم، وليها معنى في شهر رمضان، هو بقى طبعا صيام الفرض.